السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ اي حاجة، تمام، احب اشكركم جدا. طلبت من كام يوم ان انا اوصل 500 والحمد لله دلوقتي داخل في 3100، يعني الف شكر. يلا نخش. جالي التعليق ده عايز يعرف انت بتستقبل كتاكيت السمان ازاي ومن عمر يوم. تمام. دلوقتي انت قبل ما تجيبهم او قبل ما اسمه ده يفقسوا، تمام، انت بتكون مجهز حاجه. لو هي فيها حاجه قبل كده فبتطهرها، لو ما فيهاش فبتبدا تظبطها. تمام. هتبدا تجيب جير مطفي وتبدا ترشه في العلبه او الكرتونه او اي حاجه انت هتحطه فيها. تمام. بعد كده هترش عليه هتحط عليه نشاره خشب اذا كان ناعمه او نشاره خشب خشنه، بس انا عامه بحب الخشنه، ما بحبش الناعمه في اللي اسمه ده في الاستقبال. تمام. بعد ما تحط جير مطفي وبعدها عليها نشاره، تمام، هتبدا تحط لمبه ان شاء الله لو بيضه في الاول ان شاء الله لو بيضه. تمام. ليه بقى؟ هفهمك دلوقتي. هتبدا تحط الكتاكيت اللي هتجيبها او اللي هتفقس. تمام. لو لقيتهم اتجمعوا كلهم تحت اللمبه اعرف ان هم سقعانين كده، عايزين حراره زياده. هتبدا بقى تغير مثلا اللمبه البيضاء بلمبه صفراء مثلا 60 واط. لو لقيتهم متوزعوا في كل حته وبيلعبوا او بيتحركوا كده، ماشي كده، الدنيا ماشيه تمام فل. لو لقيتهم ان هم راحوا بعيد جدا ولزقوا كده على جنب وكل واحد قاعد في حاله، يعرف ان هم حرانين، فقلل الحراره شويه. فاهم قصدي؟ طيب انت ظبطت الدنيا، هتبدا بقى تبص على تبص على مثلا انت خلاص هم جم، فانت بتحط لهم الاكل في حاجه علشان نشاره الخشب اللي انت حطيتها، فبتحط لهم الاكل في حاجه بس برضه تكون واطي عشان يعرفوا يطلعوا عليهم. والميه طبعا الميه تحط لو بتاع زي ثواني، لو مثلا المسقه زي دي كده هو هتبدا تحط فيها الميه وبعدها تشقلبها. تمام. وتحط فيها خرطوم وتدوروا خرطوم كده تخينه وتدوروا بحيث ان هم يبقى فيه سرسوب بس يشربوا منه، او زلط بعد ما تنضفه طبعا، زلط وتحطه كده في كل مكان عشان ما يقعش فيه يغرق، لانه لو وقع في الحته دي خلاص مات، غرق فبالتالي مات. تمام. فاهمين قصدي؟ المهم هتبدا تحط في الميه دي هتبدا اول حاجه تستلمه على محلول معالجه الجفاف او معلقتين سكر في 2 لتر ميه. دي مثلا لتر، يبقى هتستخدم معلقه سكر في دي او محلول معالجه الجفاف. تمام. محلول معالجه الجفاف هتشيله بعديها ساعتين 3، هتبدا تحط بداله مضاد حيوي. تمام. بلاش مضاد حيوي قوي، خليه ضعيف. المضاد الحيوي اللي هنحطه؟ المضاد الحيوي اللي هنحطه اسمه فريلاكول. هو ده اللي هتجيبه. تمام. ده المناسب لكتاكيت السمان. تمام. اول الكلام ده انت هتعمله اول 3 ايام. بعد اول 3 ايام انت هتستقبله كنفس الطريقه بالظبط، انت ما بتغيرش حاجه، انت بس هتغير طريقه الاكل اللي كنت بتحطها وهتغير طريقه الميه. طبعا الاكل انت هتحطه 23%، 3 بادي ناعم 23%. طيب بالنسبه بقى للاكل، انت هتحط له بادي ناعم 23%. تمام. هتمسك البادي الناعم ده هتروح تحطه في الكبه بتاعت الخلاط ولا اي حاجه، والمهم تفرمه فرمه لغايه ما يبقى معاك بالطريقه دي، شايفينها؟ عشان كده بقول لكم انا افضل نشاره الخشب الناشفه، علشان ما يفكرش ان نشاره الخشب دي بتاع الاكل وياكل منها الناعمه، لان الناعمه فيها شبه من البادي بعد ما يتفرم بالطريقه دي كده، فيها شبه من البادي بعد اما يتفرم. فانت الاحسن تجيبها ناشفه والبادي تجيبه ناعم وتفرمه. هتحطه في حاجه وما تحطوش على النشاره، لازم تحطه في حاجه ان شاء الله. لو حاجه زي دي كده اهو، تمام، وتحطوا فيها هما يطلعوا ياكلوا، هما اشقياء جدا عامه. طبعا
بلاش تزود الكمية بطريقة كبيرة لا على المكان. طبعا حطيت الاكل، حطيت المية، انت بتفرم الاكل لمدة 12 يوم. هو 10 بس انا بفضل 12. ليه بقى 12؟ لان انت بعد 12 يوم بتبدأ تشيل الفرشة تماما وخلاص كده. هم خلاص اخدوا ايه، اخدوا التحضين، يعني هم خلاص خلصوا من التحضين. بس كده مناعتهم بقت قوية، هتعملهم عادي جدا زي ما بتعمل اي سمانة. عايز تحطهم في سلكات ماشي، عايز تحطهم في حاجات كبيرة ماشي، اي حاجة هتشتغل معاك. بس الاحسن طبعا برضه تبقى حطيتهم في نشارة خشب ودير مطر. ده لو في كمية، لو في كمية تستقبلهم في نشارة خشب ودير مطر. ليه؟ بس طبعا هتضطر تغيرها بعد 12 يوم. طيب عمر 10 ايام هتبدأ تقيس تمام بالجرام، الفرد كام جرام عشان تشوف الدورة ماشية صح والكلام ده كله. بعدها عمر 20 يوم والكلام ده كله. حاول الأحسن إنك بعد 10 أيام تبدأ تبيع جزء، بعد 20 يوم تبدأ تبيع جزء، والحكاية والكلام ده يعني، فاهم قصدي؟ ودي طبعا حرية شخصية، أنا بس بديك نصيحة مش أكتر. وبكده يكون خلص الفيديو. صراحة أنا سعيد جدا 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 لوصول 3000. ألف شكرا، ألف شكر يعني الصراحة مش عارف أقول لكم إيه. ألف شكر لكم، أحلى هدية على صباح. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. المهم أنا سعيد جدا بالنسبة للهدايا بإذن الله. لو عرفت افتح بس مباشر بالليل هفتح. وبرضو لو الهدايا هتنزل بقى يوم الجمعة، الهدايا هتنزل يوم الجمعة، لأن الفيديو اللي فات ما جابش أي نيلة خالص، ما جابش أي حاجة خالص حرفيا. والحمد لله على كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما انسى، اي حد عنده سؤال يقول. سلام.